في واحدة اسمها نجلاء كانت عايشة في بيت قديم ورثته عن جدها. البيت كان كبير ومظلم وفيه زوايا كتير ما فيهاش نور. نجلاء كانت بتحب تقعد لوحدها في البيت رغم إنه كان فيه إحساس غريب كده وكأن فيه حاجة مش طبيعية. كل ليلة كنت اسمع جرس مريب، جرس زي اللي بيستخدموه في المحلات القديمة، كان يجي من فوق من الدور التاني. في البداية كانت بتحاول تتجاهله، بتقول لنفسها إنه مجرد خيال، لكن الجرس كان بيدق كل ليلة في نفس الوقت. بعد منتصف الليل قررت نجلاء إنها تتحقق من مصدر الصوت. في ليلة من الليالي لبست جلبيتها ونزلت من السرير. قلبها كان بيتنط في صدرها، بس فضلت ماشية نحو السلم. كل خطوة كانت متعبة والجرس كان بيزداد وضوحا ورعبا. وصلت للدور التاني ولقيت باب قديم مقفول. الجرس كان جاي من وراه. فتحت الباب ببطء وداخل الغرفة كانت مظلمة، بس أول ما دخلت الجرس وقف فجأة. نجلاء شعرت بشيء غريب في الجو وكأن في نظرات بتراقبها. بصت حواليها ولقيت علبة قديمة على الترابيزة. كانت العلبة مزخرفة وفيها جرس صغير. جرس العلبة كان هو نفس الصوت اللي سمعته. لما لمست العلبة حسيت ببرودة غريبة، وفجأة الجرس بدأ يدق لوحده. نجلاء صرخت وخرجت جري من الغرفة. نزلت السلم بسرعة ولفتت انتباهها حاجة غريبة. كانت في صورة لجديها على الحيطة، وجههم كان مكتوب عليه افتحي العلبة. نجلاء خافت بس كان عندها فضول. قررت ترجع. دخلت الغرفة تاني وفتحت العلبة. لقيت جرس قديم وعليه نقوش غريبة. لما لمسته حست بشيء يتحرك وراها. كانت في روح شايفينها بوضوح. الروح بدأت تتكلم وقالت أنا هنا عشان أحرر نفسي. نجلاء كانت متلخبطة، بس الروح وضحت لها إنها محبوسة في العلبة من زمان. الروح طلبت منها إنها تساعدها وبس كده هتكون حرة. نجلاء مسكت الجرس وحست بقوة غريبة. قالت أنا هساعدك. بدأت تقرأ كلمات غريبة كانت مكتوبة على العلبة. فجأة اتفجرت ضوء قوي في الغرفة والجرس بدأ يدق بشكل هستيري. نجلاء حست بكل الأثاث اللي حواليها بيهتز. الروح بدأت تطلع من المكان وصوتها بقى أعلى. أخيرا شكرا. الضوء ابتدى يختفي والجرس وقع من إيد نجلاء. لقيت نفسها لوحدها في الغرفة، بس كل حاجة كانت هادية. الروح مش موجودة والجرس مفيش له أثر. إحساس بالطمأنينة بدأ يعم المكان. نجلاء عرفت إنها أنقذت الروح، وده كان سبب كل الرعب اللي عاشته. من الوقت ده الجرس المريب ما عادش يدق، بس كل ليلة كانت تحس بشيء غريب، كأن الروح بتشكرها، وبقت تعرف إن في حاجات كتيرة في الحياة لازم نواجهها حتى لو كانت مخيفة.